أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومودة، وأهلا وسهلا بكم في القناة. قبل أن نبدأ المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة واترك لنا تعليق محفز لنستمر في نشر المزيد ومشاهدة ممتعة. لازم نعرفوا قوة الجزائر. 2 مليون كيلومتر مربع، رانا قارة، الجزائر بحجم قارة. الخطوط الجوية الجزائرية تشتغل في 33 مطار داخلي. كي تجمع كل الدول هذوما اللي دايرين علينا ما عندهمش 33 مطار داخلي. احنا 33 مطار داخلي يوميا نديروا 88 رحلة يومية من الشمال الجنوب است واست، نخدموا كل يوم. لعبة الكواليس تهدد مشوار المنتخب الوطني الجزائري في كأس إفريقيا بكوت ديفوار. حساب الكاف مشاهدينا كما سنتابع في هذه الصورة يواصل خرجاته الغريبة ويتجاهل الجزائر في منشور ترويجي للكان. ياسين معلومي، راني نشوف حاجي، راني نشوف ايطو، ابو تريكا، ديدي دروغبا، اوكوشا، نوان كوكانو. وين راهي الجزائر؟ وين راهي الجزائر؟ قلت لك الاسبوع الماضي ولا انا كتبت مقال في جريده الشروق قلت فيه باللي احنا ما نخافوش من المنتخب الوطني، ما نخافوش من اللاعبين، ما نخافوش من المردود، ما نخافوش من المنافسين، ما تخافش من المنافس، راك تلعب الى اخره. ولكن لعبه الكواليس كبيره وكبيره جدا. انا قلت لك باللي المنتخب التنزاني اللي كان جاي باش يتربص هنا في الجزائر حولوه الى القاهره. كان جاي لهنا الجزائر حولوه الى القاهره. واليوم اليوم هاي بدات. وانا نزيد نقول لك حاجه، تحكيم في كاس افريقيا هذه عديد من الحكام السابقين الكبار كامل راحوا اسمه الاعتزال. اليوم كاين ديزابيت جدد. نقول لك حاجه، الخطر راح يكون منهم. واليوم جمال بالماضي في الندوه الصحفيه تاعو، الندوات الصحفيه كان ينتقد بزاف التحكيم. وانا نقول لك حاجه، الخطر علينا احنا المنتخب الجزائري، خاصه انه ما عندكش الحمايه، ما عندكش اللي يحميك. ما عندك لا واحد في المكتب التنفيذي، لا ناس تحميك، لا والو. ليس معلوم المنتخب الوطني في خطر لهذه الدرجه في كاس افريقيا. اكثر انا نقول لك حاجه اكثر، لانه الكواليس، لاني وشنو الكواليس؟ انا تقول لي مثلا كاين اسمه الفار، واحد قلت له الكواليس قال لي كاين الفار، قلت له بصح هذاك الفار شكون يمشيه؟ صح، شكون يمشي؟ شكون يمد الكلمه تاع كان بينالتي ما كاش بينالتي، دير هذيك دير هذيك. خوت يعني خطر كبير. وانا نزيد لك حاجه، لو هنا في الجزائر وليد صادي ولا يعني اليوم لازم الدبلوماسيه الرياضيه تتفاعل يعني بشده. لازم احنا نعاودوا نولوا كيما كنا، لازم نعاودوا نولوا المكان تاعنا. اليوم اللاعبين يلعبوا فوق الميدان، ولكن شوف بينالتي كوفرون حاجه منا ينجموا يديروا واسمو انديفيرونس وينحوك. احنا شوف لازم نشوف الاتحاد الجزائري لكرة القدم لازم واسمو يتفطن. وانا معلوماتي تقول انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم نقول لك يكونوا بعثوها ولا مازال يبعثوا رساله الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم حول هذه الكواليس. ونعطيك معلومه اخرى. تفضل. وليد صادي قرأ كل هذه الامور، قرأ حسابه، وفي محادثات ايضا مع حكام سوف يعينون كاس افريقيا لكوت ديفوار، حكام من الفيفا بطبيعه الحال. ياسين معلومي، المنتخب الوطني نظن يوم 11 عندهم يوم 11 يجيهم طاقم تحكيم باش يمد لهم لي دانيا ديريكتيف دو بارك الله فيك. محمد بولعويدات، الكولسه تؤثر على اللاعبين، على المنتخب في كاس افريقيا؟ كل شيء ممكن، لانه هناك من يتربص بالمنتخب الوطني الجزائري للاسف. الكره الافريقيه معروفه بالكولسه، ماشي من اليوم ولا صح، صافي لونطو معروفه بالكولسه. انا قلت لك انا تبان لي سات فوا هذه الفريق الوطني راه موجد روحه الكل، يعني الامور الخارجيه ديال الكولسه وين يرقدوا واش ياكلوا واش يعني كل الامور مضبوطه، كل الامور راهي مضبوطه. معجب بالتحضير، راهم موجدين رواح. غادي ما راحوش باش يروحوا، دايرين لي بلون ان شاء الله. تو لي بلون راهم دايرين ان شاء الله يكونوا في الموعد ان شاء الله، وربي يوفقهم ان شاء الله. من النقائص اللي شفناها سي ابراهيم باش نزيد ندعم الكلام تاعكم والتجربه هذه، الصف ليديسيون اللي جازت لو ماتش كونتر لا غيني،
الاربيتر كان يهضر بلا لونغ بورتوغيز. صح. انا نتمنى، وهذه من التوصيات اللي هضرنا عليها، ان وليد صادي يعرف هذا الشيء، يكلف في البعثه هذه يكون واحد خبير في التحكيم اللي يتقن لغتين 3 لغات. صح. يقعد في لو بون، ما راحش يديريجي باش يخلي لونترينور ناسيونال يكوتشي برك، ما يلتهاش بحاجه اخرى. نهار يشوف بلي دي زانفراكسيون هو يروح يوصل للرسالة. انه يخرج من البون دو توش، عنده حق يهضر مع لو كوميسار، مع لو كاتريام اربيت، باسكو راه وليد المهنه وليد الصنعه، وعندنا كفاءات اللي راهي موجوده هنا في الجزائر حتى واعتزلت التحكيم وقادره تجيب الاضافه، لانه انت دعم روحك وتسلح روحك من كل جوانب. اوكي والله في دورو تندارت مليح فقط. بصح هذا واش تهضر عليه انت؟ كانت زمان كانوا زمان جاب لي ربي وصل لاكارن كان يروح، كان لاكارن يروح، حكام كانوا يمشوا مع المنتخبات والانديه. وعندنا اليوم صورة جد معبرة اللي اندارت، كانوا يشوفوا في عندنا صورة أخرى، هاي رابح ماجر، اللي كانوا يشوفوا في رابح ماجر، ورابح ماجر سي هذا رد، هذا رد جوار اللي رد من الجزائريين اللي تماساكرا بزاف في الجزائر. انا جاب لي ربي انترديكسيون اللي بارك الله يحضروا فيك. الناس على ليسونسيان جوار هما لي بيلي تاع الكولاسه في لافريك. انت لي جوار كيما ماجر صح بن شيخ ولا لي زونسيان جوار هذوما باللومي لازم انترديكسيون الصحافه تهضر عليهم ولا تقطع عليهم. توجور حاجه مليحه كما صفروا على اسلام سليماني، كما قال محمد انترديكسيون في الملعب، صفروا على رابح ماجر في ملعب نيلسون مونديلا، وهذا امر تورات لا يجب ان يكون طالونات سي اندلسي. هذه الصوره هذه واش تدل؟ معبره. لا واش تعبر انه هذوما كامل كانوا يتفرجوا في اسطوره كانت تلعب. وحنايا هنا في الجزائر لا شوف رابح ماجر باش نفهموا كلاعب اسطوره، حتى واحد ما راح يقدر ينحي تاريخه. نتفاهموا مليح. المفروض حنا نفتخروا بهاد اللاعبين اللي لعبوا على مستوى عالي. رابح ماجر في 87 خرج كاع الجيري، سجل لو ماتش تاع كونتر لو بايرن. لا حتى الهدف تاعو يا بكري سماوه في ايطاليا الطاكو دي اللي ما يقيمش ابراهيم، اللي ما يقيمش الناس اللي داروا التاريخ، ما يقيمش مستقبل ماجر باللومي مرزقان، هذوما هما اللي يكونوا كان احسن ظاهره، هما اللي يكونوا انا نتمنى يكونوا في افريقيا النفوذ تاعهم هما ان شاء الله. وهذا ما نتمناه مشاهدينا الاعزاء، ان شاء الله كل الظروف ستكون مهيئه للمنتخب الوطني الجزائري. امين اندلسي يعطيك الصحه، بارك الله فيك. عروض سعوديه وايطاليه لصخره المغرب. حصل الدولي المغربي نايف أكرد مدافع وستهام على مجموعة عروض للرحيل خلال الميركاتو الشتوي الجار. وكان نايف أكرد من عناصر منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، كما يعتبر من أسلحة المدرب في وستهام. وأكد فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا أن نايف أكرد مطلوب في إيطاليا والسعودية. وكتب رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: أندية سعودية تواصلت مع وستهام من أجل ضم نايف أكرد. وأضاف: قام روما وميلان أيضا بإجراء استفسارات، ولكن غير متاحة من الناحية المالية، لأن وستهام لن يقبل عروض الإعارة. وختم نايف أكرد: سعيد للغاية مع وستهام في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. أتمنى أن يكون المقطع قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله وحفظه.